بس what I can say that it's really unique about PepsiCo أو the secret sauce of PepsiCo is the environment, people and culture. خلينا نتفق ان ما فيش شغل سهل وبالذات ال FMCG it's a fast moving consumer goods the environment is very dynamic and fast. حتى المصطلح بتاع work life balance انا متهيألي انقرض. التكنيكال لو انا لسه حد جونيور بيبقى في اسئله تكنيكال، يعني مثلا هقدم على السيلز، هقدم على الفاينانس، انا ممكن تكنيكالي الجامعه مش مدياني التكنيكال نوليدج قوي، صح. فانت برضو يو ريفيرد انه ستيل حتى ايفن الهايرنج مانجر بيسال اسئله لها علاقه بالكومبتنسز عن نوليدج بقى كمان، على النوليدج. اوكي يعني هاو تو بروف ماي سيلف في الانترفيو. أول حاجة very genuine, be yourself in the interview. لأن حتى لو أنت ما عندكش ال amount of technicalities اللي احنا طالبينها، بس you're showing حاجات تانية تتقل الكفة أكتر، فساعتها هيبقى الحكم مختلف. ازيكم عاملين ايه؟ طيب دايما بنتكلم عن قطاع من القطاعات السريعه قوي والفيري فيري دايناميك، والفرص العمل فيها بتبقى دايما يعني كتير، والناس بتبقى عارفه تتحرك من شركه لشركه. ومن اكتر الاندستريز اللي احنا دايما بنبروموت للشغل فيها هي الاف ام سي جي او قطاع السلع الاستهلاكيه سريعه الدوران. وطالما اتكلمنا عن الاف ام سي جي فلازم نتكلم عن واحده من الجاينتس او اكشلي ذا بيجست اف ام سي جي كومباني اكوردنج للريبورتس في مصر، وهي شركه بيبسيكو. فالنهارده احنا مبسوطين جدا 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 ان احنا معانا ساره كمال، الهيد اوف تالنت اكوزيشن من بيبسيكو. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ منورانا. لونج تايم، احنا بقالنا كتير بنحاول نظبط واحنا مبسوطين قوي ان انت معانا والله النهارده. انا كمان. طيب ساره، خلينا الاول كده نبدا نعرفهم بساره على المستوى الشخصي. عملتي ايه؟ اشتغلتي فين قبل بيبسيكو؟ وذين بيبسيكو الجامعه، عرفينا كده شويه بساره. ماشي معاك وقت؟ معايا كل الوقت. اوكي طيب، انا ساره كمال، اتخرجت من اقتصاد وعلوم سياسيه ايكونومكس جامعه القاهره. بس انا من وانا في سنه ثالثه او رابعه كنت يعني محدده ان انا عايزه اشتغل في الاتش ار، ما كنتش مدورش على بنوك ولا اي حاجه تانية. كنت فيري فوكست في الحته دي. وخرجت واشتغلت اول شركه ليا كانت شركه سيكوم جروب. انترستينج. بتاعت ايزيس. يس، بتاعت ايزيس. هي بيج طبعا هيوج كومباني. يس. كان mainly recruitment، اشتغلت mainly recruitment. And then I moved for only a 1-year project تبع اليوروبيان يونيون. نايس. كان الهدف بتاعه ان هو يساعد الشركات الصناعية المصرية ان هي يبقى عندها a well structured HR system, policies and department. فكنا بنشتغل with consultants مع الشركات دي علشان نديزاين everything from scratch للشركات المصرية دي. And I took this opportunity، مش عايزة أقولها risk، it was a big opportunity إن أنا to leave a full-time job for a 1-year project based non-renewable. كنت عارفة من الأول إن هو it's only 1 year. بس استها ساعتها إن حجم learning والopportunities والexposure اللي هاخده كان this will accelerate a lot my career journey. وده كنت متأكدة ساعتها إن شاء الله هلاقي فرصة أحسن بعد كده، أو this will make me a better caliber أو better candidate. حلو. And then I joined Vodafone for almost 4 years. دول 3 industries غير بعض خالص. ولسه الرابعة. as HR business partner for the technology account. كان شغلي كان فيه recruitment، كان فيه change management، كان فيه حاجات كتير. And I started my journey in PepsiCo من أول 2010. I joined PepsiCo في 2010. وفي PepsiCo اشتغلت حاجات كتير قوي، يعني 13 سنة دي خلاص بقت البيت التاني بالظبط. كان ابتديت function HR manager HRBP for the sales function. And then HRBP عشان لو الناس تبقى عارفة HR business partner. ده كده it's more of a generalist role. بنenable الfunctions انها to drive their agenda و goals objectives.
developing people, recruitment، كل الحاجات دي يس بعمل كل الفانكشنز بتاعت اتش ار، بس لبزنس يونت لفانكشن معينه او معينة الفانكشن أو معينه زي business السيلز. حلو قوي لبوبيليشن معين. حلو قوي حلو قوي. يس. وبعد بعد ال3 سنين دولت as HR business partner for the sales, I wanted to شوية strengthen the design and strategy skills عندي. والحلو في بيبسيكو in this was in line with my people plan يعني. I handled a regional role كان مصر، الأردن، السعودية والإمارات. حلو قوي. for learning and development. اوكي، فسبتي كأن سبتي الحته بتاعت الاوبريشنز والريكروتمنت والاكوزيشن، روحتي بقى الحته more into design Nice. strategy, نايس business, more stakeholders management. Nice. كل الحاجات دي. and then back to Egypt للوكال الرول ده كان بره مصر ولا كان برضه في مصر؟ كان في مصر بس it was a location free role. اوكي. بس كان في بقى البوبيليشنز بتاعتي كان فيها مصر وكان فيها بلاد تانية. interesting. يس. حلو ده. بس بما ان مصر من اكبر البوبيليشن فكنت located في مصر. نايس. and then رحت رول HR business partner again, but it was a more senior role for the supply chain المرة دي. Okay. For the snacks business. Okay. And this was a short assignment for only 6 months or something, and we were undergoing a restructure. Okay. This role has been diluted. Okay. And then I at the same changes same time I went to talent acquisition role. بس لكل الشركة ولا برضو للسبلاي تشين؟ لكل الشركة. لكل الشركة. Yes. اوكي. الموضوع كان كبير، فعشان كده قلت لك عندك وقت. يس انت كده يا سارة انا كده اشتغلت تقريبا في كل الفيرتيكلز ما عدا التوتال ريوردز. اوكي. التوتال ريوردز دي يا جماعه اللي هي اداره من ادارات الكومبنسيشن اند بنفيتس جوه الاتش ار. فكده بس وامبلوي ريليشنز طبعا. يعني فابتديتي سيكم سنه. سيكم قعدت فيها حوالي 3 سنين. 3 سنين في سيكم. بعد كده رحتي بروجكت مع بعد كده بروجكت فور 1 year. بعد كده فودافون قعدتي 3-4 سنين في الحدود دي. وبعد كده بيبسيكو خدت بقى حياتي بيبسيكو خلاص البيت بس التاني. بجد يعني هي بيبسيكو قليل قوي الشركات اللي هتقعد فيها 13 سنة طبعا. من غير ما تزهق. طبعا. فأنا ولا يوم عدى عليا زهقانة. لأن كل يوم في حاجة جديدة. كل كام سنة بغير assignment. فدايما في أحداث يعني. يس حلو قوي. طيب سارة، هاخد من كلامك انت بتقولي قعدتي 13 سنة في بيبسيكو، وكنت بتقولي ان ده مش حاجة دايما سهلة، مش حاجة سهلة تلاقي حد بيقعد او ان الشركة تحافظ على التالنتس بالظبط بالسنين دي. ويمكن ده كان بنقعد نقوله في ايفنتس مختلفة، انه يا جماعة بصوا جوه لينكد ان او لما تكونكتوا مع ناس، لما تلاقوا حد او تلاقوا شركة ظاهر فيها باترن، الناس بتقعد بالسنين. it gives an indication، بتقول ان الشركة دي بتحافظ على التالنت، بتربيهم، بتعلمهم، بتكبرهم وهكذا. فده على طول ياخدنا لسؤال، ليه قعدتي في بيبسيكو 13 سنة؟ رقم كبير. ايه بقى اللي انت كنت شايفاه مختلف؟ ليه بيبسيكو is an employer choice بالنسبة لك؟ اوكي طيب، بيبسيكو فيها حاجات common مع other employers وفيها حاجات very unique about it. الحاجات الcommon ال multiple opportunities for growth and development، بس ده طبعا بشكل أسرع وأكبر من other employers. لأن at the end PepsiCo is 2 business units. You have the snacks, you have the beverages, you have also sector and global exposure and opportunities من غير ما تضطر تسافر. لأن ساعات بيبقى في ناس، مش كل الناس موبايل، وساعات الموضوع ده بيهندر their growth at a certain level في other organization. بس في PepsiCo even if you want to grow in sector or even for some global roles you can do it from your home country. قبل ما نكمل في الحتة دي، انت دلوقتي قلت لنا ان PepsiCo في مصر تعتبر 2 business units او 2 businesses.
السناكس سناكس اوكي بيبسي سناكس سناكس اوكي والحاجه تاني البيفرجز وبيفرجز. اوكي فالبيفرجز دي اللي هي بيبسي البيبسي 7 اب ميريندا اكوافينا السناكس اللي سناكس هي شيبسي دوريتوس تشيتوس يس عشان الناس اوقات ما بتبقاش سان عارفه ده بايتس كل ده سان بايتس شيبسي شيبسي دوريتوس شيتوس شيتوس نايس يس حلو فكل دول جورمي ليز جورمي ليز حلو قوي فكل دي البرودكتس اللي هي سناكس وكاراتيه نو واي كاراتيه. انا مبدئيا كان بالنسبه لي مفاجاه اصلا سان بايتس معاكم ما كنتش عارف أيوة. المعلومه دي وكاراتيه بتاع زمان ده كاراتيه بتاع زمان. اوكي انترستنج حلو فكل دول سناكس فيا جماعه شيبسي كل اللي احنا نعرفه في شيبسي دي كلها بيبسيكو يس فبيبسيكو كشركه مش بيبسي عشان لو حد لسه بالنسبه له اول مره يعرف ده بيبسيكو يا جماعه مش بيبسي مش بيبسي بس مش البرودكت اللي هو بيبسي اللي انت عارفه وبيبسي مش بيبسي بس بيبسي 7 اب بالظبط. ميريندا اكوافينا صح كده يس حلو قوي ستينج مشروب الطاقه ستينج يا كينج يس اوبا دي معلومه جديده برضو يس انا حاسس ان انا بتعلم دلوقتي في البودكاست ده كويس حلو قوي حلو فده بيبسيكو تو بزنسز كبار او يعني تو يونتس كبيره السناكس وال بيفرجز فانت بتقولي كانت اول حاجه اللي ممكن تكون كومن شويه في بعض الشركات الاخرى بس مع اختلاف السرعه او البيس والحجم كمان فده بيخليها opportunities اكتر هي الاوبورتيونيتيز فور جروث. حلو قوي فانا قادر اجرو جوه بيبسيكو لان انا مش بس بجرو بير فانكشن لا ده انا كمان بجرو ممكن عندي فرصه اتنقل من يونت ليونت يعني امشي من البيفرج اروح للسناكس او even في some roles are serving both بنسميها power of one roles. اوكي فممكن some roles عندهم الاكسبوجر على زي الرول بتاعي على both businesses. معظم السبورت فانكشن زي ما بيقولوا اللي هو HR finance legal ليهم وسام رولز برضو في السبلاي تشين اند سيلز ليهم باور اوف 1. حلو طبعا يا جماعه ايه انا عايزكم بس تركزوا الحاجات دي بنكتبها بقى يعني نسمع باور اوف 1 نفهم يعني ايه باور اوف 1 وناخدها كده نوتس يعني ايه سبورتيف فانكشنز دول ماسكين ايه فنبقى عارفين الحاجات دي حلوه قوي فدي كده اول ميزه. يس وانت قلتي ممكن تكون شويه كومن مع اختلافاتها شويه برضو في بيبسيكو لان شركات كتير بتشتغل على كارير اوبورتيونيتيز جروث عندها كارير باث اور هكذا. وكمان انت اديتي مثال على طول انت كنت عندك ريجنال رول فانت مش بس انا بمسك اوقات بيبسيكو مصر بس انا ممكن عندي الفرصه امسك حاجات ريجنال بره البلد اللي انا عايشه فيها من غير ما اضطر اسافر. حلو قوي دي اول ميزه. يس خليني اقول لك اكتر بقى واتس يونيك اباوت بيبسيكو. طيب بيبسيكو has its own بيبسيكو way. الايدنتيتي DNA اللي موجوده في كل الامبلويز اللي هو الكالتشر زي ما بنقول عليها and it's not كلام مكتوب على حيطان او كلام we all live our values every day and this is also what we are looking for لأي external candidate. واحنا بنعين بقى الناس بنبص على the بيبسيكو way الvalues والcompetencies of course. فدايما بتلاقي الناس more or less مسطرتها واحدة شبه بعض. Yes because this برضو is overarched by our code of conduct يعني code of conduct ده بالنسبة لنا يعني ممكن نشرح للناس ايه code of conduct. code of conduct هو ميثاق زي الميثاق الأخلاقي أو يعني الحاجات اللي هي صريحة الدوز والدونتس when it comes to work ethics الvalues ازاي بتعامل الحاجات الغير مقبولة تماما جوه الشركة ازاي الموظفين بيتعاملوا مع بعض بيحترموا بعض كل ده كود اوف كوندكت مع البيبسيكو واي مع الكالتشر. فنيجي بقى للحاجة اللي طيب عشان نتأكد الناس كده واصلة البيبسيكو واي دي تمثل الفاليوز بتاعت بيبسيكو ولا بتمثل الفاليوز بتاعت بيبسيكو؟ اوكي ودي اللي بناء عليها بتأثر وبترفلكت كمان في التعيينات. انا بدور على حد اللي يكون عنده والفاليوز اللي هي كمان بتاعت بيبسيكو واي اللي هي غير ميثاق الاخلاقي ده ما فيهوش ده يعني ده الاي بي سي بس ذا بيبسيكو واي ازاي كل الامبلويز يبقوا كونسيومر سنتريك ازاي we voice our opinions fearlessly
اوكي. لا آه نقولهم how بالراحه، لا نقولهم بالراحه، وراكي حاجه؟ مش عاوزة لا لا, لا مش مشكله، نقول حاجتين منهم. طيب فبتقولي consumer كونسيومر سنتريك centric، ازاي يعني ايه؟ كلنا بنفكر في at the end احنا شركة كبيرة امم to serve the consumer at the امم end. امم فازاي من اول الفرونت لاين اللي على خط الانتاج او اللي بيبيع لغايه الجي ام، في الاخر we're aiming to serve the consumer. اوكي، المستهلك في الاخر اللي هياخد البرودكتس المستهلك اللي بتاعتنا. اللي بيستهلك البرودكتس بتاعتنا. فبيك كونسيومر سنتريك. حاجة تانية that I really admire في البيبسيكو واي هي voice your opinion fearlessly. فإحنا this is something we cherish and celebrate. اوكي. ان الناس تبدي رايها وتقول بدون افكارها خوف، من غير ما تكون بدون خايف انك حد ينتقدك، حد يقول لك لا ايه ده، ايه بالظبط الافكار دي. بالظبط. حلو قوي. اوكي. وده بيدي للشخص مساحه انه ينوفيت وانه يفكر وانه بالظبط، عادي يحس ان من هو غير عواقب او حلو قوي. حدود او حلو كده. قوي. وانتي حاسه ان ده زي ما قلتي ده مش كلام على الحيطه يا احنا جماعه؟ this is something we encourage and celebrate. اوكي. نايس. حاجة من الحاجات من البيبسيكو واي is celebrate success. احنا we always يعني like and love and encourage celebrating success، من اول reward and recognition اللي بنعملها للإمبلويز لغاية البيج achievements اللي بتبقى في البيزنس. نايس. Another thing is raise the bar on talents اوكي. and diversity. اوكي. So raising the bar on talents من أول الريكروتمنت اللي بتيجي، الديفلوبمنت للتالنتس، الدايفرستي females and males and even people with disabilities. this is something is within the DNA of PepsiCo. نايس. طبعا انا عايز اقول لكم بس بمناسبه ساره بتقول يا جماعه ده حاجات بنشوفها على الواقع، مش مجرد حاجات على الحيطه. هي الحيطه عندهم حلوه قوي يعني يعني كده الحيطه عندهم حلوه قوي بصراحه، يعني البراندنج جوه خطير. فهي بتقول لنا يا جماعه حتى لو انتوا شفتوا الحيطه جوه، لا ده مش مجرد كلام محطوط، ده كلام انت يا ساره عايشينه، حاسه بيه وعايشه فيه. واجين ده اللي بيرفلكت ليه ساره تقعد 13 سنه صح؟ because انت في الاخر عايش في environment متسق. محدش هيقدر يخرج بره اللي الناس كلها عايشاه يعني. ف this is very مريح. وتبقى عارف ان انت اي حاجه هتحصل ليها البروسيس بتاعتها بعد كده سواء في الاسكيليشن او في taking the actions or something. دي بقى كان واحده من حياتي بتقولي قبل ما نطلع انه في بروسيس، وده طبيعي. دي بقى من الحاجات اللي كومن اللي ممكن نشوفها في شركات تانية طبعا. كتير ان في بروسيس، انه يا جماعه انا لو عندي في مشكله بيني وبين حد، ليها بروسيس ازاي تو هاندل ذيس كايند اوف كونفليكتس. والبروسيس دي على لغايه الجلوبال يعني حاجه معروفه متفق عليها ومعروفه وبيحصل لها ريفريشنج كل سنه لكل الامبلويز. اتس one of the mandatory trainings حتى للناس بتاخدها. الحاجه التانية ودي ابتديت يعني احس قيمتها فعلا لما كنت بقابل كانديديتس اكسترنال. الشركه اللي ليها ميشن اند بيربس is really valued. بيبسيكو بكل الانيشيفز بتاعتها تجاه المجتمع والسيدات اللي في المجتمع والريسايكلينج والانفايرمنت والووتر. فكل دي حاجات وليها يعني ليها very strong program وactivation وريزلتس at the end. دي حاجة من الحاجات اللي بيبسيكو I believe تبقى من الشركات اللي القليلة اللي بتعمل حاجة زي كده، مسؤولية اجتماعية. لأن برضو صناعتنا ممكن يبقى فيها هوادر مية، بلاستيك، كهرباء، الحاجات دي كلها. فبتحاولوا الناحية التانية كمان تعوض ده فبالعكس احنا بنقلب الحاجات دي كلها الحاجات اكتر into environment friendly environment او recycling او emission. طب عندي سؤال هنا سارة، what's unique about the culture and environment جوه بيبسيكو؟ اوكي. طب أكرم زي ما قلت لك طبعا شركات كتير بتعمل career development وبتهتم بالdiversity. some of them are برضو interested in environment وال CSR مسؤولية المجتمعية. بس what I can say that it's really unique about PepsiCo أو the secret sauce of PepsiCo
is the environment, people and culture. اوكي اوكي environment people and people and culture culture. حلو قوي. خلينا نتفق ان ما فيش شغل سهل، وبالذات ال FMCG it's a fast moving consumer goods, the environment is very dynamic and fast. حتى المصطلح بتاع work life balance انا متهيألي انقرض، ما بقاش في حاجه اسمها work life مش موجود يا balance، جماعه، مش موجود. it's work life مش لاحقين. integration او work life يعني integration حلو يعني ده. انت هتشتغل كتير Yes. sometimes you are overwhelmed في الشغل أو بس في فرق لما تعمل كده in a very nice and fun environment where culture is encouraging, where people are your friends actually at work, أو الانفايرمنت بقى هو بيحط عليك عبء أكتر، pressure أكتر وهكذا. and people mostly يعني leave their work for the culture and environment. فزي ما بقولك يا أكرم الشغل يعني بالذات if you want to learn and develop and grow and be exposed هيبقى هتبقى الدنيا دايناميك، وكل ما زادت الدايناميك والتشالنجز كل ما المستوى التعلم بتاعك هيكبر والاكسبوجر بتاعك هيكبر، وبالتالي doing this in a nice and fun way وculture وenvironment full of learning احسن بكتير ما تعمله في environment that puts more stress او مثلا finger points الميستيكس او الحاجات دي. وده برضو بينعكس على اخر كلمه قلتيها، فكره اني ابوينت على الميستيك ده. بالعكس ده احنا بنحاول نسيلبريت السكسس، احنا we celebrate success and we learn from our mistakes. يعني اصلا الاعتراف بالميستيكس و learning from it is part of our culture as well. يعني مفيش حد بيشتغل ما بيغلطش طبعا، ده حقيقي. بس هي الفكرة الغلط ده الامباكت بتعمل ازاي، بيتكرر تاني ولا لا. what are our learnings from this mistake. this is what's really important. نايس، حلو قوي. يبقى احنا اكتر حاجة بالنسبة كده لسارة مهمة وملهمة قوي في بيبسيكو اللي خلت سارة تقعد السنين دي كلها، غير الحاجات اللي فيها learning exposure opportunity to grow، الحاجات دي قد تكون موجودة في شركات أخرى، لكن السيكريت صوص بالنسبة لك والدي ان ايه قوي كان ظاهر في بيبسيكو واي واند ذا كلتشر. يس صح كده؟ يس. حلو قوي، حلو قوي. طيب حمستينا وعايزين بقى نعرف. طبيعي سؤال على طول يجي في دماغ اي حد، اوكي حلو بس انا هخش دلوقتي حاجه على بيبسيكو واي وافهم يعني ايه بيبسيكو واي، واعرف الكالتشر، واعرف او اقرا عن الفاليوز والكومبتنسيز اللي بيبسيكو بتدور عليها. ايه الهايرنج بروسيس الناس دلوقتي عشان تقدم وتشتغل؟ ايه الهايرنج بروسيس؟ وعايزين يعني طلعنا شويه اسرار كده. هايرنج بروسيس فور بيبسيكو. يس. طيب احنا كل الاوبورتيونيتيز بتاعتنا بتنزل على الويب سايت بتاعنا. اوكي. www.pepsicojobs.com. اوكي، حلو قوي. وده بينزل عليها كل الروس في كل العالم، في كل البلاد، في الفانكشنز. اوكي. and this is our only source or main source of sourcing for candidates. اوكي. فحتى لو انا لقيت opportunity على لينكد ان هي في الاخر والريفير لبيبسيكو جوبز، والحاجات بتنزل على لينكد ان. فحتى لو لقيت الجوب على لينكد ان وقدمت عن طريق لينكد ان هتروح على بتري دايركت يو على الويب سايت، على البورتال بتاعنا، البورتال بتاع الجوبز. حلو. اوكي. ففي الاخر هتقدم من على لينكد ان، هتقدم من على بيبسيكو جوبز، هم في يعني اتس ذا سيم بول ات ذا اند. حلو قوي. فنمبر 1 check always the opportunities على لينكد ان او على البورتال. فنمبر 2 احنا خلاص عندنا الفيكنسي there. عندنا طبعا team of sourcers. لو الرول فاتح external او internal طبعا كل الرولز بتنزل internal في الاول او in parallel. اوكي. لان طبيعي ان انت عندك الليرنينج وعندك الاوبورتيونيتيز دي كلها، فالامبلويز internal employees are priority in case they have the required requirement and skills and background and so on. بس طبعا بنعين externals. طبيعي. يعني we're trying to balance between developing and buying talents. فيبقى انا كده هلاقي الاوبورتيونيتي، لو انا حد external هلاقي الاوبورتيونيتي هبدا ابلاي عليها.
وانا بابلاي بيبقى في نوع من انواع التيستس اسسمنتس، ولا على حسب الفانكشن، ولا بس بابلاي بالسي في بتاعي؟ بتابلاي بالسي في بتاعك مم. and then الكانديدate is approached by our sourcers و مهم. screeners مهم. for a first phone screening. مهم. ده اللي هو المبدئي يعني. مهم. and then البروسيس بقى بتبتدي talent acquisition interview, اوكي then اوكي the function interview. اوكي in some roles at some levels بيبقى فيه online assessment which is more or less psychometric assessment. اوكي. ده في بعض في بعض الرولز. السينيور رولز يعني انتري ليفل لا. لا اوكي، يبقى انا في من اول سينيور مانجر اوكي associate director اوكي and so on. بيتعمل لهم سايكومتريك اسسمنتس. Yes. فلو انا مور سينيور and هلاقي it's a PepsiCo thing. بيبسيكو هي اللي عامله PepsiCo الاسسمنت ده. global. كل نايس. البروسيس كل الهايرنج بروسيس is a global process. اوكي فاللي بيحصل في مصر بيحصل في امريكا، بيحصل في نايس يوروب، بيحصل نايس في كل نايس. حاجه. حلو قوي. وطبعا it's within the same set of questions, competencies, assessment and everything. نايس. فبالتالي ال consistency of talents مش بيبقى في البلد، بيبقى في العالم. That's why It's انت لما قلتي ان PepsiCo انا ممكن global. عندي فرصه ان انا اسافر بره او الاقي opportunities Yes. بره، ليه؟ لانه في الاخر هي مسطره واحده عملنا عليها بالظبط. التعيين لاي تالنت جلوبالي. Yes. حلو قوي. اوكي. طيب فيبقى انا قدمت اونلاين على حسب السينيورتي بتاعت البوزيشن، ممكن يبقى فيها اسسمنت او لا، بس في اسسمنت او لا. النكست ستيب بتكون ان في حد من التيم بتاع السورسنج بيبدا يعمل سكريننج. Yes. صح باي كده؟ فون. باي فون بنعمل Yes. فون انترفيو، فون بنعمل فيه سكرينينج حلو يا قوي. ده وبعد بيسأل كده اسئله معينه generic generic questions. introduction, ال current responsibilities, maybe asking about one or two competencies, current salary, الانترست، كل حلو الحاجات قوي. دي. حلو قوي. and then the following interview بيبقى talent acquisition interview, which is mainly more into the competencies into depth, the PepsiCo competencies, assessment. وبالتالي اي حد دلوقتي يا جماعه بيتفرج way، محتاج كل تخش تشوف الحاجات ايه دي. البيبسيكو واي، تعرفها كويس قوي، Yes. وتشوف الكومبتنسز اللي بشكل عام بيبسيكو بتدور عليها. ودي التالنت اكوزيشن انترفيو او الاتش ار انترفيو اللي هيتم، هيبقى الاسئله مينلي في الحته دي. yes. حلو قوي. ككانديديت خليني اقول لك الحته دي برضو اكرم. ككانديديت ممكن مش مطالب يعرف ايه الكومبتنسيز اللي كل شركه بتعملها، لان أيوة. الكومبتنسيز دي بتختلف من شركة شركه لشركة. لشركه. هاو ايفر في الاخر في كوميناليتي، هي كوميناليتيز. ايه الحاجه انا عايز في الاخر كانديديت شكله عامل ازاي؟ عنده كانديديت، عايز كانديديت عنده certain set of skills in problem solving, thinking, creative thinking, teamwork, time management, decision making, collaboration. فكل الحاجات دي في بيبسيكو ممكن يبقى اسم الكومبتنسي دي مثلا collaboration. في شركة اسمه teamwork whatever. وهكذا. فممكن قوي ما تبقاش عارف السيت اوف competencies اللي موجودة في كل شركة، بس at the end the commonalities of what the companies are looking for in a candidate شبه واحد. حلو قوي. فانت ككانديديت مطالب منك تعمل ايه علشان تبقى ريدي في الانترفيو في حاجة زي كده؟ ان انت تبقى جاهز بالاتشيفمنت بتاعتك، جاهز بالاكزامبلز، ريل لايف اكزامبل. انا لما اجي اسالك على حاجه، لما تجاوبني عليها بشكل عام، انا I cannot assess, I cannot evaluate your interview. لكن لما تجاوبني عليها with a certain situation, clear situation, هقدر اكتر اعمل الاسسمنت بتاعي. طيب لو حد لسه متخرج او حد ما عنديش خبره، على فكره السيتويشن دي ممكن تبقى ناس في المدرسه عندها سيتويشنز، في الجامعه عندها سيتويشنز، مشكله اتحطوا فيهم. وساعات برضو في قله الاكسبيرينس we allow some personal examples. طبعا professional examples are more preferred، بس البيرسونال اكزامبلز لو فيها حاجه مثلا حد بيلعب رياضه، حد بيشترك في اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز، حد اشتغل على مشروع تخرج في الجامعه، فكل دي examples. فبي ready with what you have اكتر ما تبقى مشغول هيسالني ايه. انا هغوط طبعا في اللي انتوا دي دلوقتي ده حالا تاني، بس هرجع ورا سنه. فكده انا هعمل
باك للهايرنج بروسيس، انا عملت I applied online. لو انا حد سينيور ممكن تعملي سايكوماتيك اسسمنت، لو لا على طول هدخل انه بيتعملي فون سكريننج لا، فون سكريننج ده اول حاجه خالص. حتى قبل سايكوماتريك لو الفون سينيور سكريننج ده اللي هو مكالمه انا شفت بسيطه. السي في الاول اون بيبر، فبكلمه في التليفون، اوكي بعمل فون سكرين. حلو قوي. and then لو هو يعني meeting what we're looking for مبدئيا كده بيخش التالنت acquisition interview لو ال HR interview. حلو قوي. and then upon our shortlist بنخلي الكانديديت ده بيعمل الفانكشنال او التكنيكال انترفيو بتاعه. اوكي حلو قوي. and then decision is taking in يعني بيحصل collaboration او calibration على الكانديديت ما بين ال HR وما بين دي تكنيكاليتي كده بسيطه. calibration يعني we discuss the talent. يعني انا ك HR عملت البارت بتاع ال competencies in depth. الهايرنج مانجر برضو he's trained على الكومبتنسيز، فبيعمل الكومبتنسيز بس اكتر بيبقى الفوكس بتاعه على الحته التكنيكال. اوكي. فالكاليبريشن هنا بيحصل ما بيني وما بين الهايرنج مانجر على الكاليبر اوفرول. طب عندي سؤال هنا ساره معلش، التكنيكال لو انا لسه حد جونيور بيبقى في اسئله تكنيكال، يعني مثلا هقدم على السيلز، هقدم على الفاينانس، انا ممكن تكنيكلي الجامعه مش مدياني التكنيكال نوليدج قوي. صح. فانتي برضو يريفيرد انه ستيل حتى ايفن هايرنج مانجر بيسال اسئله علاقه بالكومبتنسيز عن نوليدج بقى كمان. على النوليدج. اوكي. يعني بس بتبقى حاجات فيري بيزك. اوكي. يعني بالذات في الفاينانس. السيلز شوية. مختلف لانه اكتر personality و competencies وكده. بس الفاينانس انا هسألك اكتر على الاساسيات او your knowledge والسكيل سيت بتاعتك. حلو قوي حلو قوي ماشي. فيبقى انا كده هخلص هعمل هابلاي اونلاين، هيجي لي فون سكريننج، خلصت الفون سكريننج هروح للاتش ار انترفيو. ده بيبقى مينلي بيرسوناليتي ومينلي كومبتنسيز، واشوف انت كلتشر فيت ولا لا. صح. طبعا دي حاجه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. انا كلتشر فيتنس دي من اكتر حاجات اهم من الكومبتنسيز. because if you have the right attitude and the right candidate sorry مش اهم من الكومبتنسيز، اهم من الفانكشنال سكيلز. يعني اهم ان انا ابقى تكنيكالي شاطر قوي بس مش culture fit او I have certain development areas على key competency او attitude او كده. ممكن تدينا مثال؟ هقول لك مثال. طبعا كده لحد مثلا حصل معاكي قلت لا ده مشكلته ما كانش culturally fit فما اتخدش، عشان هقول لك المثالين. ماشي. المثال الأولاني someone is really culture fit يعني possesses the right attitude, the right competency, skill set and everything، بس خبرته صغيرة خلاص، بس the guy is really impressive وجروبل وعنده potentiality. حلو قوي. ساعتها الهايرنج مانجر يقول أنا عايز الكاليبر ده وأنا هاخده علمه. نايس. تمام. نايس. بس طبعا ده بقى على الجونيور ليفلز بتبقى الاكزامبل اصح يعني. تمام. لا ده كويس قوي اللي قلتيه دلوقتي. على الجونيور ليفل بيبقى موضوع الكالتشر فيتنس اهم على كل الليفلز طبعا كده. بس انا اي كان ساكريفايس انه ما عندوش النوليدج خالص، هو مور كالتشر فيت وهو صغير هديله الليرنينج وكل ما بس انا عارفه ان هو حد كاليبر كويس جدا واللي عنده years of experience اقل. حلو فاهم؟ حلو قوي. طيب the other ولو في الليفلز الاكبر ساعات بتبقى ناس عن مثلا هايرنج مانجر عايز specific في الفاينانس مثلا specific area في الفاينانس. طب في كاليبر كويس جدا 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 فساعتها لا ممكن، بس عنده طبعا الباك جراوند عن فاينانس اشتغل فاينانس وعنده اكسبيرينس بس الحته الفيري سبيسيفيك دي ممكن الهايرنج مانجر يقول لي انا هاخدها اعلمها او هاخده هعلمه لو if the caliber is really impressive. نايس. تمام. المثال التاني بقى كنت تقولي المثال التاني ان العكس. some people are really competent وشاطرين قوي technically بس they have certain attitude أو they are not fit في الفيت في الكالتشر بقى من ناحية ways of working ways of handling conflicts كل دي حاجات يعني بتخلينا ناخد
قرار بمنتهى الأريحية انه لا. إنه لأ. مم. and fitting in the culture is go or no go in taking the decision of hiring. يعني دي من الحاجات اللي هي يا جماعه حرجه، انت لو مش culturally fit لو انت شاطر جدا جدا القرار جدا ومش سهل culture نقول لا. fit قرار سهل. انا مش هعينك. مم. لكن لو انت culture fit وما عندكش حتى الكنوليدج the قوي، enough knowledge ممكن اخدك عشان انت culturally fit. عشان انت culture fit and you have the right attitude and personality and skill set، واحنا هنinvest فيك طيب ونعينك وكل سارة، حاجة. خليني اسالك السؤال بلانت شويه، صريح شويه. sure. ناس ممكن تسمع كلمه culture fitness دي فتقول اوكي، يعني هل الشكل مش الهيئه، اللبس بتاعي بيفرق؟ هل ده من الحاجات اللي بتفرق ولا؟ لانه اوقات بيجي الناس انا مش قادره، طب انا يعني ايه ابقى culturally fit؟ اوكي عارف انه سؤال نرجع تاني مكلكع. the culture and PepsiCo way. this is the culture fit. لان PepsiCo شركة زي ما قلت لك بتendorse diversity. فdiversity is not only females. diversity is having people with different background. انت مختلفة. شركة اصلا عندك front line، عندك فنيين وعندك sales reps وعندك سواقين وعندك لغاية عندك senior managers وكده. موجودة في يعني في كل حاجة، في كل 7000 يعني. موظف يعني. انا اعتقد احنا في مصنع في المنيا، مصنع في بني سويف، انتوا في مصانع في حتت كتير، كل حاجة كل الجمهورية. وبالتالي ما حدش يربط الكالتشر فيتنس بانه انا عايز اكون من باك جراوند معينه ولا سوشيال ولا لا، يعني في دايفرستي في كل حاجه. بس الكالتشر بقى الاتيتيود بتاعتك، هو الكالتشر is how you fit within the PepsiCo way. how you fit within our code of conduct. the competency set and everything. فا it's not about التعليم واللبس. مش عايزين حاجة يعني ولا حاجة صارخة ولا حاجة يعني، بس هي الفكرة عايزين حد يقدر في الآخر يتعامل without conflict، يفهم البيس بتاع الشركة، to respect others، يعرف يتعامل مع front line، يتعامل مع managers، كل الحاجات دي. حلو قوي. يبقى احنا كده عرفنا الهايرنج بروسيس بتاعت بيبسيكو، وعرفنا ليه بيبسيكو از ان امبلوير اوف تشويس. عايزه تضيفي حاجه اخيره في الحته بتاعت بيبسيكو بشكل عام؟ الهايرنج بروسيس برضو من الحاجات اللي احنا we're very proud about it is the very solid onboarding programs اللي بتيجي. لان الاكسبيرينس بتاع الامبلوي اول ما بيجي الشركه is very important. first impressions زي ما بيقولوا. فاحنا زي ما انت شفت we did lots of effort in hiring and selecting the right candidate للشركة. فلازم لما يجي من اول انه هيلاقي اللابتوب بتاعه، هيلاقي مكتبه، ازاي الاندكشن على الفانكشن، يعرف مديره، زمايله، يعرف البيزنس is very important. يعني مش شرط مثلا عشان سيلز ما يروحش يشوف المصنع عامل ازاي. فلازم يشوف، يبقى عنده البيزنس اكومن زي ما بيقولوا، knowing PepsiCo كشركة بتشتغل ازاي في كل البروسس من اول الانتاج لغاية السايكل بتاعت البيع ما بتخلص عاملة ازاي. يبقى انا كده من اول الاونبوردنج هدخل هلاقي بروسس موجودة، في بروسس بعد كده لكل حاجة ممكن تقابلك جوه الشركة، في كالتشر مختلفة، في ليرنينج واوبورتيونيتيز مختلفة، ممكن الاقي نفسي في اوبورتيونيتي تو جرو جوه الشركة بشكل عامل ازاي، وذر بس في مصر او كمان ريجنري او جلوبالي. وكل ده والكالتشر مخليه المكان having fun، we are young we are fun. فالموضوع كمان انت بتكبر وانت مبسوط. true. حلو قوي. احنا كده اتكلمنا عن بيبسيكو، اتكلمنا عن الهايرنج بروسيس. تعالي بقى ناخد سارة لجزء مور بيرسونال بقى. اوكي. سارة، من وجهة نظرك سواء كانت جوه بيبسيكو او بره بيبسيكو، سؤال على طول بيجي لنا، الجي بي اي اوكي بيفرق؟ it's not a main criteria اوكي خالص، بس اللي بيفرق اكتر ال candidate overall.
فالجي بي اي is a plus زي ما اوكي بنقول، لان اوكي at the end it's an indicator. definitely تمام. definitely. بس it's not a selection criteria at all. يعني انا ما اعتقدش ان ولا مره شفت في اي جوب ريكوايرمنت محطوط على بيبسيكو احنا طالبين جي بي اي، no ما بتطلبش، لكن no زي ما قلتي اتس ا بلس it's an indicator for ان حاجة. الشخص ده وفي ناس مجتهد مثلا وناجح. مش not امم within the highest GPAs، بس هو في وسط الجامعة كان بيشتغل. امم ف this is another thing. فهي لوحدها كنقطة مش مقياس أساسي لسيلكتنج أو حتى سكريننج السيفيز من الأول. حلو قوي. طيب تعالي نرجع كده من وجهة نظر بقى الكانديديت وهو بيابلاي على جوب. قبل ما يبدأ يابلاي كان من الحاجات اللي بتقابل تشالنج كبيرة عند الشباب حتى لو صغيرين أو كبار. لو صغير لسه متخرج من الجامعة اشتغل أي شغلانة، ولو حد كبير وابتدى يحس ان هو he's not fulfilled او حاسس ان الشغلانة مش اكتر حاجة مريحاه فبيبدأ يعمل كارير شيفت. من وجهة نظر سارة بالاكسبيرينس بتاعت سارة ايه how can I choose the right career من وجهة نظرك؟ طيب دلوقتي الاكسبوجر للناس من وهي في الجامعة is much more than اللي قبل كده. يعني فاكر لما قلت لك من وانا في الجامعة انا محددة انا عايزة اشتغل في الاتش ار، وما كانش عندنا كل الاكسبوجر ده. بس دلوقتي اتليست انا ما قابلتش حد اتليست يبقى عنده فكرة مبدئية كده حتى ببريفرنسز. يعني حتى ممكن مش لازم تبقى حاجة واحدة، مثلا preference number 1 is marketing for example, number 2 sales, number 3 whatever insights أو حاجة زي كده. at least أول حاجة الناس تحدد ايه البريفرنسز بتاعتها. علشان برضو كل ما هتوايدن التشويسز بتاعتك الاوبشنز كل ما على يعني في فرق انك توسع قوي بشكل يتوهك، وفي فرق من ان انت محدد بس مدي اوبشنز. فالاوبشنز دي بتخليك مور ريسيفنج لاوبورتونيتيز. اوكي لو انا قفلت انا بس هشتغل في الماركتنج بس فقللت شويه الاوبشنز، لكن بالزبط. لو قلت ماركتنج وسيلز ومثلا قلت ماركت انسايتس دول ثلاثه فانكشنز مثلا فوسعت الدنيا لكن شوية. مش هقول ماركتنج سيلز او ممكن فاينانس او ممكن سبلاي تشين ففي حاجات بعيده قوي عن بعض بس في حاجات بتبقى كلاسترد كده مع بعض. فبالتالي انا لو جات لي اوبورتيونيتي في السيلز هروح، ولو جات لي اوبورتيونيتي في الماركتنج هروح. حلو قوي. فيبقى انت قلتي دي اول خطوه، ابدا احط لنفسي بريفرنسز. انا بالذات لو حد متخرج ممكن ما يبقاش لسه فوكست الكارير اكزاكتلي اللي انا هدخله، بس حاطط لنفسي بلو برينت كده زي ما بيقولوا. اوكي. طب لو انا عندي اكتر من بريفرنس فعلا وغير بعض، ممكن من وجهة نظرك اختار ازاي؟ هختار what's more suitable لماي personality, لماي background and interest. يعني في ناس ما بتحبش تشتغل على target for example, they are not so much competitive أو they are not قوي يحبوا اللي هو أنا كل يوم عندي target ومش عارفة. مش هقوله خليك sales target oriented شوية طبعا. فمش هتبقى مبسوط فيه طبعا. أوكي. في ناس بتحب أكتر الحاجات، في ناس العكس ما بتحبش تبقى تايد قوي لمكتب و 9 to 5 job وكده. لا عايزة اتحرك. فاختار حاجة outdoor. بس في الأول يعني خليك في الحاجة اللي فعلا انت حاببها وهتقدر تدي فيها كويس، لأن أي حد في الأول بيتعب علشان يثبت نفسه عشان يتعلم. فاتعب في حاجة انت عايزها أو حاببها. فساعتها يبقى كده الإجابة فيها جزئين، وجزء انت محتاج تبقى عارف انت بتحب ايه وانترستد في ايه، والجزء التاني ليه علاقة الكابابيلتي بتاعتي انا هقدر اظهر في ايه. حلو قوي. والجزء التاني اعرف البريفرنسز وحط لنفسك بريفرنسز والاوبشنز فيها والاوبشنز اللي جوه البريفرنسز دي. واعتقد من كلامك لما جيتي اديتي مثال في السيلز انه حته تارجت او حته اوت دور، ده معناه ان برضه محتاج تبقى عندك شويه اويرنس بتفاصيل شويه في الشغلانه عشان تعرف تماتش ما بين البريفرنسز بتاعتك وبين الشغلانه. طبعا. واللي هيزود البريفرنسز دلوقتي اجان للنقطة اللي بقولها، كل شركات كتير دلوقتي بتعمل سيشنز في الكامبسز. في الجامعات
بيبقى فيه فورمز، بيبقى فيه summits، بيبقى فيه يس حاجات كتير، ودور الحاجات دي ان هي تخلق الاويرنس يس للستودنتس. ف ف ف يعني كستودنت لازم ينتهز الفرصة دي ويحضر الحاجات دي as much as he can يس علشان يقدر يكون فكرة عن يس الحاجات. طبعا يس الاكسترا بقى مايل، مع انها دلوقتي بعتبرها حاجة يعني أساسية. أساسية، هي حتة ان السمر انترنشيبس، يس الاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز، كل الحاجات اللي فيها انترفنشن مع البيزنس لايف is really essential دلوقتي يس بكل الايفولفينج ماركت، تالنت ماركت. ف it's becoming an essential thing، مش زي زمان ان كانت حاجه اتس بلس اكسترا انك واخد يعني. يس انترنشيب. لا النهارده انت مش واخد انترنشيب في كويستشن مارك وفي حته يو ار نوت اكسبوزد، يس فدي بتاثر نيجاتيفلي عليك. مش عايزه اقول نيجاتيفلي، بس بتخلي فرصه حد عمل الحاجات دي اكتر من اعلى. فرصتك. اوكي حلوه مم. الصيغه أيوة. حلوه، مش لازم تاثر عليك نيجاتيفلي، لكن لو حد عاملها هيبقى هيبقى عنده طبعا he will البلس. stand more طبعا chance than you. طبعا. yes. طب واي جاس يعني ساره قالت حته في غايه الاهميه في حته انه روح احضر ايفنتس، روح احضر ساميت، وكمان روح احضر انفو سيشنز بتاعت الشركات، وبيبسيكو اعتقد بتعمل ده كتير يعني it's part of our احنا عندنا اجنده yearly اجنده على مدار للكامبسز، السنه. على حلو قوي. الجامعات. فحاجات بتبقى انفو سيشنز عن عن يس بيبسيكو، حاجات بتبقى discovering careers. يعني مثلا ممكن يس نقول supply chain career، يس بنجيب حد من الفانكشن بتاعت السبلاي supply تشين. chain ويشرح للستودنتس على ايه هو supply chain يس career، ايه ال different يس verticals بتاعته، لا واعتقد كمان يا وهكذا في ساره انتوا السيلز. عاملين حاجه اعتقد ممكن نتكلم عنها عادي، ان السنه اللي فاتت انتوا عملتوا عامله شغل. طبعا. يعني بيبسيكو عامله انيشيتيف، كانت عامله انيشيتيف رائعه، واعتقد ان شاء الله ان هي هتكمل. فستي تيوند على البيج بتاعه بيبسيكو، انه كان في بروجرام وانيشيتيف اسمها عامله شغل، تارجتنج وومن او بنات لسه متخرجين او لسه في جامعه هيتخرجوا، بنعلمهم سيلز وبتعلمهم سبلاي تشين. فده كان اكسبوجر حلو لان كان عدد كبير. يعني اي جاس كان البروجرام كله 600 بلس بنت دخلوا البروجرام دول. فدي فرصه من الفرص اني ابقى اكسبوزد يعني ايه سيلز، يعني ايه سبلاي تشين. مين اللي خد الفرصه دي؟ البنات اللي كانوا اكسبوزد، والبنات اللي سمعوا عن الحاجات دي واللي قدموا واللي راحوا. فالفرص بتبقى موجوده، بس الفرص مش بس جوب اوفرز. الاوفرز الفرص بتبتدي من اول انا مهيئه ازاي لاستقبالها. من اول وانا في الجامعه بحضر فورمز، بعمل سيمينارز، داخله ستودنت اكتيفيتيز، كل الحاجات دي it counts. يس حلو قوي. طيب فاحنا كده قلنا ازاي ممكن اختار. طيب عندي ليك سؤال يا ساره هنا، انا كشخص هل اختيار الشركه، فكره اصلا ان انا اقول لشخص انت محتاج تبقى سيلكتيف وانت بتختار الشركه، او تركز وانت بتختار الامبلوير هتشتغل عليه، هل دي لاكجري ولا شايفاها لا دي حاجه مهمه ان الشخص يركز بيختار الشركه بناء على ايه؟ طب سؤالك تريكي شويه بس career is a journey. صح؟ journey أولها دايما غير آخرها. أولها في مكان وآخرها في مكان تاني. طيب هل أنا هاخدها كلها في نفس المكان؟ صعب. صح؟ ومتهيألي the majority of people دلوقتي of working force ابتدوا في شركة they are ending up في شركة تانية. تمام. طبعا مش بنتكلم على يعني كارير حكومي. بس أنا اختياري للكارير واختياري للشركة ساعتها مش هيبقى على اسم الشركة. طبعا targeting big companies خليه دايما يعني حلم انت بتشتغل عليه. علشان هيجي في يوم من الأيام. بس مش لازم يجي في بداية حياتك، ممكن يجي قدام. فبس أأهل نفسي ازاي في الأول، ان انا اول حاجة هبتدي انا عايز اشتغل ايه. تاني حاجة which is very important عشان ما يبقاش waste of life، الشركة دي هتقدم لي ايه. يعني انا ممكن اروح شركة صغيرة بس هتعلم فيه حاجات كتير جدا. فانا بعد كده لما اروح اقدم في my employer of choice فهبقى عندي حاجة
critical experience هقدر اكملها في الشركة التانية. اوكي نايس. فدور على اللي الشركة هتديهولك مهم. في الأول كليرنينج كستيت وكاكسبوجر مهم. أكتر ما تدور على اسم شركة. حلوة قوي دي. انت بتقولي دلوقتي ما تركزش قوي في اسم الشركة قد ما الشركة هتدي لك ايه، whether Yes. كانت learning opportunities, whether كانت exposure, whether كانت state حالة انت صح culture هتعيش فيها، working environment هتعيش فيه. الحاجات دي طبعا. ركز فيها أهم من الاسم الكبير. probably ممكن تلاقي ده في الاسم الكبير، بس حتى لو مش الاسم الكبير ممكن حتى تلاقي لو ستارت ما اب. كانش عندك الopportunity انك تروح دلوقتي كده، بس اشتغل على ده بحيث لما تجيلك توصله. الopportunity of interview في حاجة Yes. زي كده تبقى انت ready ليها. حلو قوي. بس starting point بتاع ده كله ان انت في الاول خالص تبقى عارف انت عايز ايه. يعني عايز اقول لك يا ساره، الكلمه دي اتكررت تقريبا في كل السيريز اوف ذيس بودكاست. كل Yes. الاتش ار اصر محتاج تبقى عارف انت عايز ايه، وانت حته السيلف اويرنس از كي. يس حلو قوي. شور. طيب بمناسبه ومش كي في المرحلة دي، ده في سيلف كله. اويرنس از كي لغاية لما توصل المعيش. يس هو في لان مقوله. كل الناس عندها areas of opportunities. يس وبتفضل يعني بتبقى evolve كل ما بتبقى senior، كل ما ال areas of opportunity بتتغير. فلو ما عندكش السيلف awareness ده حتى لو خدت opportunity مش هتتحرك فيها خلاص. يس تفضل مكانك. كان بيقولوا كده مقوله what took you there will not take you further. حلوه يعني دي. حلوه دي كوت ساره برضو. لا يعني عشان في كوت انا عارف مكتوبه في الكراسه دي خطيره عجبتني قوي. ماشي حلو. طب ساره، بما ان احنا بنتكلم عن السيلف اويرنس، هروح اعمل انترفيوز كشخص بقى عادي whether في بيبسيكو او غير بيبسيكو. how to prove myself. في مشكله اوقات بتقابل ناس كتير قوي، انا شايف ان انا شاطر وبقدم ومش جاي لي opportunities. في مرحله محتاجه اظبط السي في بتاعي ودي هنتكلم فيها طبعا، بس let's say انا مقتنع ان انا بروفايل كويس وجات لي فرصه ان اعمل الانترفيو. how to prove myself في الانترفيو. طيب خلينا prove yourself. قصدك اعمل كويس في الانترفيو. اثبت ان انا عندي السكيل سيت دي طبعا. طيب اول حاجه very genuine, be yourself. be yourself in the interview. لان حتى لو انت ما عندكش ال amount of technicalities اللي احنا طالبينها، بس you're showing حاجات تانية تتقل الكفة أكتر، زي ال competencies، زي ال culture، زي ال personality. فساعتها هيبقى الحكم مختلف. فأول حاجة be yourself. تاني حاجة be very well prepared. وprepared هنا list ورقة وقلم ولست كل ال situations اللي من أول الجامعة لغاية الوقت اللي بتعمل فيه الانترفيو. بيت بقى تشالنج قابلته، بروبلم حلتها، تيم اشتغلت معاه والداينامكس وازاي اشتغلت في تيم ورك. whatever competencies موجودة, how you're dealing with others, how you're dealing with different backgrounds, different people. طبعا كل ما بتكبر هتقيس بقى leadership skills. يعني في حاجات تانية بتتقاس, بس أنا ميلي بنتكلم للناس اللي لسه جونيور. ف be very well prepared, be yourself, practice بقى وريهرس كل الحاجات دي. قلتي لي حاجة قبل ما نطلع في الحلقة, قلتي لي كود كده خطيرة, قلتي لي حاجة لها علاقة بالاي والوي. هقول لك عليه. قبل بس ما اقول لك دي, الحاجة مهمة قوي ان انت قبل ما تخش انترفيو في شركة تبقى مذاكرها, مذاكر الشركة. يعني اتليست عارف الشركة دي بتعمل ايه, حجمها ايه البرودكتس اللي بتقدمها, كل الحاجات دي. وكل الحاجات دي موجودة على الانترنت. مش بقولك تروح تسأل حد. يعني خد كل الانفو اللي على الانترنت دي, بتفرق قوي 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 بتبان وبتفرق في الانترفيو. طيب حتة ان انت وانت بتحضر, يعني لو حد مثلا لسه متخرج بس عنده situations, تمام, بس انا عشان اقدر احكم عليه لازم اعرف الكونتريبيوشن بتاعه كان عامل ازاي. speaking from the eye not from the we. حلوة دي. اوكي, حلوة يعني هقول لك examples من اللي بتقولها مثلا speaking from the eye اللي هو انا not the we, احنا. يعني بنتكلم مثلا, قول لنا على موقف
challenging situation، يقول لك احنا كنا بنشتغل على بروجكت واحنا مش عملنا عايزين مش ده. عارفه ايه، لا، لا. واحنا عملنا واحنا رحنا واتكلمنا. ايوه انت دورك كان ايه؟ معاليك بقى حضرتك عملتي ايه؟ انت حضرتك دورك معانا. كان ايه يعني؟ يعني طبعا التواضع شيء جميل، طبعا بس هل وي ده تفخيم ولا هل وي ده ايه؟ يس. فدايما try to show your contribution ودورك الاساسي حتى لو بتشتغل في تيم وورك. يعني حتى لو قلت في بدايه السيتويشن احنا كان عندنا التشالنج الفلاني او كنا بنعمل حاجه الفلانيه، وكنا انا تيم بقى اشتغلنا على كذا بس انا دوري كان كذا، كان دوري كان كذا. بالظبط. حلو قوي دي. وانت يعني انت قلتي من شويه بي يور سيلف وحضر سيتويشنز واعرف الشركه وذاكر الشركه. فكره ان وانا بحضر سيتويشنز ركز، وخدوا بالكم على التip في غايه الاهميه، ركز في يور كونتريبيوشن، مش احنا عملنا ايه، فسبيك فروم ذا اي نوت from the we. حلو قوي، حلو قوي، ماشي. فده هيسهل عليا التحضير وهيخلينا بروف ماي سيلف ثرو سيتويشنز دي للشركه. يس صح كده؟ حلو قوي. طيب اكتر شغلانات يا ساره من وجهه نظرك او مجالات بشكل عام now it's trending او السوق شايفاه انه بيتغير، فايه الحاجه اللي انت شايفه السوق رايح لها، او النهارده if you are encouraging الشباب وبالذات الجنريشن الجديده، هل في فيلدز معينه شايفاها ترندنج، هل في اندستريز معينه انت شايفاها ترندنج فتنصحي الناس ان تبدا look after these kind of jobs او look after these kind of او these industries؟ اوكي، في طبعا يعني دلوقتي وده في كل العالم مش في مصر بس، التكنولوجي اندستري is growing الفينتك is booming. فكل الحاجات، كل السكيل سيت. الفينتك دي يا جماعه الفاينانشال تكنولوجي، فاينانشال تكنولوجي اللي هو كل الابلكيشنز بقى اللي بنشتري بيها اونلاين وكده. فهي دي بيت انت فاينانس او انت حد ماركتنج او سيلز او ايفن بقى من الناحيه التانية اللي هي الاي تي والكودينج والانفورميشن سيكيورتي وكل الحاجات دي. فالشغلات اللي علاقه بالتكنولوجي whether كانت بيور تكنولوجي برمجه اي تي سيكيورتي دي محتاجينها، او ايفن الفانكشنز زي السيلز والفاينانس بس بتستخدم التكنولوجي. يس. اوكي. وطبعا ستارت ابس، بس mainly ستارت ابس معظمها قايمه على الفينتك والتكنولوجي. ف these are booming industries دلوقتي and it requires certain set of skills مختلفه عن existing industries اللي موجوده. وبرضو it's more appealing للجنزيز لأن it's very fast, it's very dynamic. يا جماعة اللي هم الأجيال اللي دلوقتي يمكن في الجامعة والمدرسة 95 مواليد من أول 95 وانت طالع وانت 2000 لغاية 2000 يس. اوكي. وانت نازل في او انت طالع في وانت نازل يعني في الإيج. المهم يا جماعة من مواليد 95 وطالع في السن. حلو. ماشي. بس فهي دي البومينج اندستريز او نيو اندستريز اللي موجوده دلوقتي with the new required skill set. اوكي حلو قوي. طيب ساره، من كل بقى الجيرني بتاعتك، لو انت عايزه تقولي لحد جالك حد دلوقتي في الجامعه او متخرج او حتى بقاله كذا سنه وفكر يعمل كي شيفت، وانت كده عنده الفرصه يقعد معاكي 1 to 1 وعايزه تحطي له a career plan في 5 أسابيع how to get a job in 5 weeks. طبعا هي حاجة hypothetical يعني، بس لو انتي هتساعديني احط بلان لنفسي في 5 أسابيع اشتغل على ايه علشان اقدر اوصل لشغلانة في 5 أسابيع. هو سؤال يعني مكلكع شوية بس عادي، احنا موجودين هنا ليه؟ هحاول اخدها من الاول. ايش اول حاجة يشتغل على نفسه. اوكي. يعني ايه؟ يعني keyword that you said أكرم is the self awareness. أبقى فاهم my areas of strength، فاهم my areas of opportunities، فاهم what opportunities دي الحاجات اللي أنا محتاجة أشتغل فيها عليها عشان أبقى أحسن، أتطور، وإيه نقط قوتي اللي هقدر أبلد عليها، وأنا عايز إيه. ده مبدئيا كده ده أنا دي حاجة فارقة قوي. ده لو شخصيتي لسه ما عملتش أي أكشن. أوكي. تاني حاجة أبتدي أبروفايل كل ده في السي في بتاعتي. فbuilding CV هو ده العنوان بتاعك. you have to invest time and effort في building a nice CV.
مش عارف تعملها بنفسك، في تمبلتس على الانترنت، في ناس متخصصة ممكن تراجع حد السي في. experience شوية يس يراجع معاك السي في and يس it's a key thing. يس ماشي. يعني طبعا مش محتاجه بروموت، بس we can help in this، بس يعني يس طبعا. حلو. آه، فيبقى اول حاجه بي يور سيلف، عشان محتاج تعرف نفسك. الخطوه التانية اللي انت عرفته ده، ابدا بقى حوله انتو ا بيبر، بروفايل البروفايل بتاعك في السي في يس بتاعك اول حاجه. بشكل بروفيشنال. حلو قوي. تالت حاجة start knocking the doors. دور بقى يعني شوف البلاتفورمز اللي موجودة زي لينكد ان مثلا. لينكد ان دلوقتي هو the biggest and the main hiring platforms اللي مهم قوي. موجودة عليها. be active على لينكد ان، كبر النتورك بتاعتك، spread the word. كل الحاجات دي is very important. فانا بعد لما ظبطت البروفايل بتاعي على السي في، اظبط بقى البروفايل بتاعك ده على لينكد ان، وابدا مش بس على لينكد ان كظبطت البروفايل، اشتغل على النتورك بتاعتي على لينكد ان. الشغل اللي انا عملته، حضرت ايفنت، حضرت ورك شوب، نزلت في بروجرام زي مثلا عامله شغل، يعني ما شاء الله البنات كانت عامله شغل كلهم بعد ما عاملين خلصوا شغل. البروجرام عاملين شغل عالي على لينكد ان بصراحه. يعني Yes. البيرسونال براندنج كان خطير على لينكد ان. Yes. فابدا استغل لينكد ان اني اكبر ماي نتورك واشو اللي انا بعمله على لينكد ان. طب في حته النتوركينج، في اي تيبس انت شايفاها مهمه جوه لينكد ان في الحته بتاعت النتوركينج؟ هو growing network is very important. ان انت دايما تبقى updated، دايما تنزل البوستس، دايما تسيرش فور نيو نتورك. نيو نتورك بتبقى نيو ريزلتس دايما موجوده. حلوه دي، نيو نتورك ايكوالز نيو ريزلتس. results. احنا عايزين يا جماعه ناخد تيبس من اللي ساره بتقوله، نقعد ننزلها كده لوحدها في كوتس. حلو. نيو نتوركس ايكوال نيو new ريزلتس. results more results. نايس اوكي. نايس. طيب لقيت الجوب، قدم في كل الجوبس اللي تناسب اللي انت عايزه. اوكي تمام. روح كل الانترفيوز. انترفيو يعني being interviewed is a practice كمان. يعني حلوة. فانت تعمل انترفيو اول مره غير تاني مره غير تالت مره غير خلاص 10 مرة. غير 10 مره صح. هتبقى فاهم انت داخل ازاي، what you want, how you speak, how you tell your examples and so on. ف this is very important. طيب جالك الانترفيو وجالك الجوب. يس تمام. انا بس في حاجه عايزه اقولها بالنسبه للكارير in general، لان the career is a series of choices. اوكي. طول حياتك من اول بدايته لغايه نهايته. تمام. ودايما بيبقى equation فيها كذا element. اوكي. ده بوزيشن كويس ولا فلوس كويسة ولا فيها سفر ولا مفيهاش سفر، طب مديري كويس، كل الحاجات دي كل ده equation. بس the ironic thing is it's never 100% equation. It's never 100% equation. يعني عمر ما كلها كل تبقى 100%. مستحيل. عمر الحاجات دي كلها ما هتبقى 100%. فبي conscious and aware of your career equation، لأن مفيش career equation صح ومفيش career equation غلط. It's your career equation. be very much aware and conscious about your career equation and what is the successful element of your equation. يعني ايه الحاجات اللي هتعايش انها مش موجودة او بالنسبة لي نص نص، وايه الحاجات اللي استحالة هقبل الايكويشن دي من غيرها. هل انا بدور، وعلى فكرة الايكويشن دي is changing over time. يعني انت في الاول ممكن انا الايكويشن بتاعتي عايزه اتعلم وعايزه اسافر. طب انا قدام ظروفي اتغيرت ما اقدرش اسافر. لا ممكن تبقى الفلوس مثلا، ممكن تبقى الفلوس دلوقتي او ممكن تبقى رول في مصر دلوقتي، او ممكن انا دلوقتي في مرحله عايز مدير كويس regardless. حلو قوي. فاهم؟ عايز environment كويس. الايكويشن هتتغير مع كل مرحله، فركزوا ان كل مرحله الايكويشن بتاعتك اللي هتخليك ساتيسفايد بالشغلانه هتختلف، وكده كده اعمل حسابك الايكويشن عمرها ما هتبقى ايكوال 100%. عمرها. حلو قوي. طب ساره قبل ما لان في ناس ساعات ممكن انا هموف لاترال من غير اي ترقيه او اي فلوس زياده او حتى يعني اي حاجه زياده، بس انا رايحه في حاجه مدياني كريتيكال اكسبيرينس مختلفه.
يعني فاكر بمناسبة انت بتقولي ان كان في حد من اصحابنا كان بيقول انا ماشي من شركة لشركة على نفس الليفل المرتب نفس الليفل، بس هنا كان ريجنال رول. بالظبط. اوكي. فهنا بدل ما هيمانج مصر بس، انا هاخد الاكسبوجر اشوف بلاد تانية مع مصر. اوكي. طب انا التايتل بتاعي فيه ترقية او فيه زيادة؟ لا. اوكي. طيب سارة برضو قلتي في مرة حاجة ليها علاقة بالستار موديل، يس وانا ببريبير بقى ماي سيلف، انت قلتي حته بريبير وكل ما هتعمل انترفيوز هتبراكتس اكتر صح ويريفيرد للستار موديل. صح. ممكن طيب elaborate شويه؟ في فرق يا أكرا لما اجي انا اقول لك مثلا قولي على مشكله قابلتك في امم الشغل وقابلتها ازاي، في فرق لما يجي حد يقول لي ده الدي تو دي بتاعنا كل يوم الشغل فيه مشاكل. اوكي. طب انا مطلوب مني ايه؟ انا هقيمك ازاي هقيمك حضرتك؟ طيب. ازاي؟ وفي فرق لما حد يجي يقول لي انا كان عندي في تقفيل معين او وقت الكورونا حصلت لنا مشكله ان حصل 1 2 3 وابتدى يحكي لي سيتويشن واكشن وريزلتس. ايوه. ايه السيتويشن اللي حصل وايه الاكشن that he فاكر الاي مش الوي يس. ايه السيتويشن that he or she took in this الاكشن اللي هو اتاخد في السيتويشن ده، والريزلتس بتاعت القصه دي كلها كانت ايه. الريزلتس هل المشكله اتحلت، الامباكت على البيزنس كان عامل ازاي، الامباكت على الناس كانت عامل ازاي. فدايما اي انترفيور بيبص على السيتويشن او هيقيم السيتويشن من ناحيه حاجه اسمها بنسميها ستار موديل. ستار السيتويشن، اس تي السيتويشن، الاي از فور اكشن، الار از فور ريزلتس. حلو قوي. فبالتالي انا هقدر احكم على الكومبتنسيز بتاعته من خلال ستار موديل. وانتي لما قلت من شويه ساره اكتب اختار مواقف لان في competencies common، problem solving, leadership, time management, conflict مع تيم. اكتب المواقف دي ولما هاجي بقى هجاوبها بالستار موديل. يس بالستار موديل. حلو قوي. وساعتها هقدر ابروف. وانتي قلتي تفصيله مهمه جدا وانت بتشرح الستار موديل، فكر بالاي وقول يور كونتريبيوشن، انت كشخص عملت ايه، مش الوي. ما تقوليش احنا عملنا. طب انا عايزه اعرف انت كانديفيديوال ايه الكواليتيز بتاعتك، ايه الكومبتنسيز بتاعتك. يس. طيب اخر سؤال يا ساره، احنا تعبناكي معانا. لا خالص. ساره بالاكسبيرينس بتاعتك الكبيره ما شاء الله، عندنا كده بنختم دايما بحاجه اسمها يور ستوري يور انسايتس فروم يور اون ستوري. بقى لو هتقولي للناس انسايت فرقت معاكي قوي في الكارير بتاعك او شايفاها تفرق معاهم في الكارير بتاعهم، تنصحينا بايه؟ اوكي. الحاجه اللي فرقت معايا شخصيا هقول لهم be agile without losing the focus on your goal. يعني حلو. لا نعيده تاني الكلام. be agile يعني خليك عندك مرونة من غير المرونة هنا ايه فرق بين agility و flexibility؟ ايوه. agility is the flexibility with speed. يعني مش ان انا بادجست بعد فترة طويلة قوي، دي مش بادجست بسرعة. فحتى حتة الاجيليتي هو دلوقتي الترمينولوجي اللي موجود. فبي اجايل انا مركزة ان انا this is my career, the HR is my career. انا I wanted in each and every step ان انا I'm building more in my critical experiences. بدور على الايكويشن بتاعتي. يعني انا نقلت رولز lateral على فكرة عادي، بس انا كنت بشوف how this fits in my equation. ستيك هولدرز جداد، هتعلم حاجة جديدة، او حتى لو مش lateral، حتى لو على فكرة انا يعني قبل كده رفضت رول بترقية because it's not matching my aspiration. فانا خلاص يعني قلت انا دلوقتي مش عايزة اروح حاجة علشان one step up في رول انا مش هبقى حباه او it's not matching my مش عايزة اكمل ده قرار صعب. بس انا what I said back then it's the promotion is coming. هتيجي ان شاء الله وانتي مجتهدة بس هتيجي يعني I want to take my own pace في حاجة انا يعني مش هحبها، مش دايما هنحبها. it's matching my equation. تمام. طيب حاجة دايما mindset بحطه في دماغي قبل ما ابتدي اي assignment ان it's about your impact in the assignment. الشخص هو اللي بيعمل الرول اللي ورا الكاميرا
امباكت في الرول. اتفضلي. لا ده حاجات ماشي. بس اسرار اوكي كده بيننا وبين التيم. اوكي اتفضلي يا فندم. it's about your impact in the role. دايما او خليني اقولها وبقولها لاي حد بياخد رول حتى يعني عنده يعني شويه شكوك ناحيته، ان الشخص هو اللي بيعمل الرول، مش الرول هو اللي بيعمل الشخص. دي اسرار كده، اسرار على الهوا، مفيش حاجه. شكلكم نايلين لا الدنيا. لا ماشي. حلو قوي. تمام. ف leaving an impact في الرول is very important. مش انا رايحه بعمل الرول بخلص السنتين 3 بتوعي وخلاص. ف this is very very important. يبقى نراجع تاني التو انسايتس. اول حاجه be agile while keep focusing on التارجت والاوبجكتيف بتاعك. انت عايز توصل لايه، دي ما راحتش عن دماغي، بس انا ستيل وانا بحاول اوصل التارجت ده انا ببقى agile بقى عشان باخد ال other opportunities اللي بتظهر. يس. من غير يعني انا مثلا زي ما قلت لك اشتغلت HRBP جنرالست، واشتغلت ليرنينج، واشتغلت ديفلوبمنت، اشتغلت ليرنينج، اشتغلت ديفلوبمنت، اشتغلت HRBP، رحت ريجنال رول، رحت باي ذا واي التالنت اكوزيشن رول ماي كارنت رول was never on my career aspiration اصلا. بس هو كان بصيت does it fit in the equation. انا عاجبني قوي موضوع الايكويشن اللي انت بتقولي كل شويه في ايكويشن دي يا جماعه اللي انا بختار بناء عليها. الايكويشن دي هتتغير and this equation is totally personal. كل واحد ليه ايكويشن مختلفه عن التاني. حلو قوي. فساعتها I saw the opportunity in the role. بس وطلعت منه بقى كل potentiality وهو طلع مني كل potentiality. فهنا الاجيليتي اللي قصدي عليها، لان sometimes some opportunities are on your way وانت ممكن ما تلتفتش اليها، بس لو فكرت فيها بشكل مختلف بالطريقة هتستفيد منها ولا لا. طب دايما ما تخافش تاخد ال new things، ما تخافش تاخد لو حاجة مش مخطط لها، ما تخافش منها. بالعكس انا ساعات بقول ان دي اللي بيطلع منها كل البوتنشال. الحاجات اللي انت ممكن تبقى خايف منها والحاجات الجديدة دي ممكن تلاقي فيها نيو بوتنشال ليك انت مش واخد بالك منها. انت هتذهل من النتائج. اوكي حلو. يبقى كده بي اجايل. والحاجه التانية المايند سيت بتاعت انت هتخش الاساينمنت دي انا هعمل امباكت، انا هيبقى ليا دور واضح وكبير. ايه الفرق بيني وبين اللي ما كان ماسك قبل كده او اللي هيجي بعد كده؟ which reflects بقى سارة اعتقد قوي على الاتشيفمنتس، ان لو انا عملت امباكت ده هيسمع في ارقام وفي اتشيفمنتس هرجع استخدمها تاني في ماي نيكست رول او ماي نيكست بقى بيج ثينج. حلو قوي. وهنا انا بقول وهربطها تاني بنت عايز ايه، يعني حاول تروح في الحتة اللي انت already حاببها because passion is very important and it really makes a difference. يعني ده مش تنمية بشرية عادي، يعني انت مقتنعة الباشن بتفرق. لما تعمل طبخة بباشن غير لما تعملها من غير باشن، الشهقة. فما بالك بالوظيفة اللي انت كل يوم بتروحها. اوكي فاهم؟ فرق ان انت بتعمل الشغل وخلاص، وفي فرق ان انت بتعمل الشغل بباشن، فبالتالي انت تبقى كل يوم عايز تعمل فيه حاجة جديدة، تطلع تليف ان امباكت مش بس على البيزنس on the people. فعشان كده بقول try to match your interest للوظيفة اللي انت بتقدم عليها من الاول بقى. هتختار بص على الانترست بتاعتك مع الوظيفة عشان الباشن ده يبقى موجود، يفضل موجود. اوكي حلو قوي يا سارة. مش عارفين نشكرك ازاي. لا انا اللي ميرسي على الاوبورتونيتي والبودكاست الجميل. وخدنا شويه كوتس كده خطيره والله. كوبي رايتس بقى. ايوه بالظبط. سارة كمال يا جماعه. سارة ثانكس سو ماتش. ثانك يو اكرم. واتس ا بليجر والله having you معانا، ونتمنى نشوفك تاني. ويا جماعه stay tuned على بيبسيكو انيشيتيفز المختلفه. يعني تابعوا لينكد ان وتابعوا الويب سايت بتاعت كل صح كده www.pepsicojobs.com. حلو قوي. والفيسبوك بيجز بيبسيكو جوبز وبيبسيكو على لينكد ان، فكل بقى السوشيال ميديا بلاتفورمز يا ريت تتابعوها. احنا يعني قلنا لكم اسرار من جوه بيبسيكو، فبليز فولو بقى بيبسيكو قوي وشوفوا اول اوبورتيونيتيز موجوده. وخلاص عرفتوا شويه هاكس، فجو اهيد اند ابلاي.
ساره thanks so much، ونشوفك ان شاء الله دايما كده على ان خير. شاء الله. thank you ميرسي يا ساره. اكرم. thank you باي باي.